ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ياسمين من قناه نوس لايف ستايل. بس قبل ما نبتدي في اي حاجه خالص، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد انا بعمله. النهارده احنا في كافيه اسمه سكوير قدام نادي الشمس، زي ما انتم شايفين اهو. انا بوريه لكم هناك، بصوا هناك اهو، ده نادي الشمس، شارع عبد الحميد بدوي اهو. بصوا نادي الشمس زي ما انتم شايفين اهو. انا بصور لكم هناك عشان ايه تبقوا عارفين المكان بس. وطبعا احنا بنيجي المكان دوت دايما لما بيكون في مطوشة مهمة، يعني زي أو مطوشة افريقيا، اهلي وزمالك كده، يعني ايه بننزل ان هو جنبينا، احنا في النزهة الجديدة، هو ايه جنبينا، فاقرب حاجة لينا يعني. بس بصوا بقى الكافيه تحفة، شكله تحفة قوي. طبعا انا حبيت اصور لكم عشان في جوه موسيقى وعشان حقوق الطبع والنشر زي ما انتم عارفين. فانا بصور في البيت بعد ما روحت. وطبعا عايزة اقول كلمة مهمة جدا، يعني مبروك للاهلي، مبروك تاني للاهلي، مبروك تاني للاهلي. لان بصراحة الاهلي فرح الجماهير كلها النهاردة، يعني فرحنا جدا 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 بصراحة. احنا فرحانين. انا معلش انا حاسة ان صوتي تعبان شوية كده، يعني من اللي احنا عملناه. الحمد لله يعني الحمد لله ان الاهلي خد ال- البطولة السنة دي، الحمد لله. يعني التاسعة بقت في الجزيرة. وزي ما انتم شايفين اهو، تامر جوزي بيسلم عليهم لان هو عارفهم، يعني عشان طبعا احنا هو بيبقى موجود هنا على طول فعارفهم. بس كده زي ما انتم شايفين. احنا بقى نخش نقعد دلوقتي، واول ما يبتدي الماتش هرجع معاكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو واقول لكم هنعمل ايه. احنا بقى كده قعدنا على الترابيزه خلاص ومستنيين بقى الماتش. وبصوا يعني حاطين شاشات في كل الكافيه زي ما انتم شايفين، ولسه الناس بتيجي بقى. بس محافظين طبعا على التباعد عشان كورونا، يعني زي ما انتم عارفين وكده. بصوا بعيد بمسافة يعني. وقاعدين بقى احنا مستنيين الماتش، طلبنا بقى الطلبات بتاعتنا اللي احنا هنشربها يعني وكده، ومستنيين الماتش بقى يبتدي. وطبعا كان في موسيقى بقى وكده، انا معرفش اصور لكم هناك عشان حقوق الطبع والنشر زي ما قلت لكم. وهستنى بقى لما الماتش يبتدي، بس طبعا مش هعرف اصور لكم بقى اثناء الماتش. ممكن اصور لكم الاجوان عشان انا هبقى قاعده بتفرج طبعا على الماتش ومش هعرف يعني اصور وكده. فهصور لكم الاجوان وان شاء الله نحتفل مع بعض، والحمد لله احتفلنا يعني. بس كده. بصوا بقى احنا كده طبعا جبنا الجون الاول، كان في الدقيقه السادسة، الحمد لله يعني الحمد لله. وقلت اصور لكم الفرحه، يعني زي ما انتم شايفين اهو فرحنا قوي الحمد لله. ونكمل الماتش بقى ونرجع لكم. طبعا احنا هنا بقى جبنا الجون التاني وكانت فرحة مش قادرة اقول لكم فرحة كانت، يعني صراحة زي ما انتوا شفتوا بقى السويت والبهدلة اللي انتوا سمعتوها، والناس كانت فرحانة جدا بالجون ده جدا. والجون ده بصراحة انقذنا يعني الجون انقذنا. وطبعا اللي جابوا قفشة زي ما انتوا عارفين. الدقيقة تقريبا كانت 85 تقريبا، يعني كنا خلاص فقدنا الامل بصراحة، وما كناش قادرين نلعب بقى اكسترا تايم بقى فكنا عايزين نخلص يعني. والحمد لله ان احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان احنا جبنا الجون دوت. يعني انا فرحانة جدا ان احنا جبنا الجون ده. وطبعا فرحنا بقى قوي ان الماتش كمان خلص الحمد لله. وهوريكم بقى اللي احنا عملناه بعد الماتش كمان، يعني بعد صفارة الحكم هوريكم احنا عملنا ايه. وهنا بقى خلاص الماتش كان ابتدى ان هو يخلص، يعني كنا في الثواني الاخيره. طبعا الدقيقه دي مرت علينا مش قادره اقول لكم، يعني الخمس دقايق الاخرانيين دول مروا علينا بصعوبه. الحمد لله يعني الحمد لله احنا ما صدقنا ان الحكم صفر زي ما انتم شايفين بقى. وفرحه الجماهير بقى، وكانت فرحه ما تتوصفش.
بفوز الاهلي الحمد لله الحمد لله، وخدنا البطولة. التاسعة كانت للاهلي الحمد لله، وبنحمد ربنا وبنشكر فضله ان هو وفقهم وخدنا البطولة، وكانت فرحة يعني. لو هقعد اقول من هنا لبكرة الحمد لله، ما يعني فرحتي كبيرة جدا ان الاهلي خد البطولة ديت. واسيبكم بقى واوريكم في التتويج واحنا بناخد الكاس بقى. طبعا خدنا الكاس زي ما انتم شايفين اهو، بطولة افريقيا الحمد لله خدناها. وكانت اللحظة دي كانت حلوة جدا عشان الشناوي مرضيش يرفعه واداه المؤمن زكريا، وكانت حاجة جميلة جدا. ويعني بصراحة احسن حاجة اتعملت، يعني لو اقول احسن حاجة في المباراة مش بصوا بقى يا جماعه، احنا كده خرجنا من الكافيه وداخلين على النادي الاهلي. بصوا الاحتفالات، احنا كده نازلين نحتفل بقى عشان النادي الاهلي بطل افريقيا. لو احنا فرحانين جدا جدا، مش قادره اقول لكم احنا فرحانين قد ايه اهو. حبيت اشارككم الفرحه معانا، الناس فرحانه. وطبعا احنا بنقول للزمالك يعني معلش ناخدها ان شاء الله السنه الجايه. بصوا الزحمة بقى، الزحمة احنا كده الدنيا زحمة اوي عشان الاحتفال. اكيد عند النادي الاهلي هيبقى ايه، هيبقى موت. لما اوصل بقى هناك اوريكم الاحتفالات عاملة ازاي. شايفين بقى الاحتفالات هنا اهو. ابتدينا بقى نخش على الاحتفالات، الناس فرحانة صراحة. هو النادي فرح مصر كلها النهاردة، انا حاسة ان مصر كلها اهلاوية اهو. الاهلي يا جماعة، ده الاهلي بطل افريقيا مرة التاسعة. المرة التاسعة. تاسعة يا اهلي، تاسعة يا اهلي. الاهلي البطل. والله العشرة. الاهلي البطل. اهو هتصور لكم. اهو لا يا مريم، مين اللي يجي اقعدي؟ انت تقعدي يا هدى؟ صراحة احنا فرحانين فرحانين اوي اوي يا جماعة، فرحانين اوي. جودي صوري من فوق اهو. مش بصوا هيقع. لا اهلي، ده الاهلي. البنات قاعده فين؟ شايف بنات؟ الاهلي بطل افريقيا. بصوا 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 يا جماعة، هسيبكم انا بقى تتفرجوا على الاحتفالات عشان تفرحوا معانا. خلصنا النهاردة الماتش والحمد لله فزنا، وكده بقى احنا مروحين خلاص. ويا رب يكون اليوم عجبكم، وان شاء الله في مطوشة تانية نتقابل ويبقى الفوز حلو زي النهاردة كده. وبنبارك بقى للأهلي وبنقول للزمالك هارد لك المرة الجاية. واقول لكم بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد انا بنزله. وانتظروني بقى في فلوجات تانية، واقول لكم باي باي.